السلام عليكم الدراري والبنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد اليوم اسيدي غبرنا عليكم شويه، ولكن جبت لكم واحد الموضوع مهم بزاف. تنحاول مؤخرا نجبد لكم المواضيع من الاستشارات اللي تندير، تنشوف موضوع اللي تيتعاود بزاف والمشكل اللي عند الاغلبيه، وغادي نحاول نحطوه هنايا ونديروا موضوع يستفد منه الجميع. الموضوع ديال اليوم هو علاش كنحسوا بحال جايه شي مصيبه واخا ما كاين والو، ما كنحسوش بالامان في الحياه، ديما كنتسناو شي حاجه خايبه جايه. وفاش كنحسوا بالامان تيعطينا الثقه في راسنا والثقه في الله. دونك الموضوع ديالنا هو الاحساس بعدم الامان اللي كيكون ناتج على الصدمات والاساءات اللي تلقيناها منين كنا صغار. الاحساس بعدم الامان اللي في بلاصتو كيتولد الخوف، والخوف والايمان بالله ما كيتلاقاوش في قلب واحد. الخوف من المستقبل، الخوف من نفوسنا، الخوف من العديد من الامور اللي كتوقف لينا حاجز في الحياه ديالنا. كلما تلقينا صدمات في الصغور ديالنا، كلما تحفرات لنا وتجدرات لنا في الشخصيه ديالنا وفي التكوين ديال شخصيتنا. وكلما كانت هذه الاساءات هذه من اقرب الناس لينا، اي من الناس اللي عزاز علينا، كل ما ترسخات لينا الشخصيه ديالنا وساهمت في التكوين النفسي ديال شخصيتنا. وكيف كيقولوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وهكا الصدمات فاش كتكون في الصغر كتحفر واحد الماده ديالنا وكتنقش لينا وكتحفر لينا في الشخصيه ديالنا. فاش كتكون مازال الشخصيه ديالنا مازال طريه، ومن هنا كيكون عندنا عدم الامان اللي من بعد كيأثر لينا في حياتنا. وفاش كنكبروا هاد الشيء هذا تيعطينا واحد الاحساس بالخوف، ولينا خايفين من اللي جاي، ديما متوقعين انها جايه شي مصيبه، حيت فاش كنا صغار ما كانش واحد السبب واجه يكفي لديك الاساءات او الصدمات اللي تعرضنا لها. كنا كنشوفوا بانها ما عندهاش تبرير منطقي، ما كناش كنستحقوا ديك الاساءات اللي تعرضنا لها. وكل واحد فينا يرجع للطفوله ديالو ويحاول يشوف داك الفيلم اللي وقع عليه باش يفهم اكثر، غادي يلقى بان الاساءات اللي تعرض ليها كانت كبير على الافعال اللي قام بها كطفل. لهذا تبرمج لنا العقل ديالنا انه واخا ما تكونش وما يكونش واحد السبب منطقي، في اي لحظه كنتسناو شي مصيبه غادي تجينا. وهنايا ولا عندنا عدم الامان، ولينا خايفين من اللي جاي. واحد الشخص مثلا كيعاود ليا تيقول فاش كان كيعاقبني الاب ديالي واحد العقوبه اللي كبيره والاسباب تافهه، كنت كنمشي في الدنيا وانا كنتوقع وحاس ان جايه شي مصيبه وغادي توقع في اي لحظه، حتى ولو ما كانت حتى اسباب واضحه. فاش الاساءات كتسرق لينا الامان الداخلي تيحل المحل ديالها الخوف الدائم من نفوسنا. كنحسوا ان الموضوع ممكن مازال يتكرر ومازال لاصق فينا، وكنحسوا بنفوسنا محاصرين. وحتى فاش كتسالي الصدمه تيبقى الاثار ديالها، والشعور ديالنا اللي هو الخوف كيكبر معنا وكيتقوى هذا الوحش هذا وكيسيطر على كل حاجه زوينه في حياتنا. مره يخلعنا من الغد، مره يخلعنا من المجتمع، مره يخلعنا من المستقبل، مره يخلعنا من المجهول، مره يخلعنا من الاخرين. كتلقى مثلا مراه خايفه من راجلها يخونها ويتخلى عليها واخا هما مزيانين مع بعضياتهم، او الراجل تيخاف من مرته ولا تتخلى عليه، ولا الصحاب تيخافوا من بعضياتهم. حتى فاش كنكونوا مثلا تنضحكوا تنقولوا الله يخرج هذا الضحك على خير، دائما خايفين. حيت فاش كنا صغار بحال راه حنا في واحد الساحه ديال الحرب، دائما حنايا تحت القصف، اي لحظه كنتسناو يتم علينا الهجوم. واخا غير تصرفيقه مثلا تيقولوا لك نوض تحفظ وانت كتفرج في الرسوم، دائما في اي لحظه تيضربوك بسبب او بدون سبب. فاش كيوقف الانهيار ديال القذائف كنبقاو تنتسناو في اي لحظه تجينا شي ضربه اخرى من الزمان، ودائما خايفين لاننا كنكونوا تبرمجنا سلبيا على الخوف وعدم الامان. فاش كتسالي الحرب الاجساد ديالنا ما كتعطيناش الهدنه، وهذا هو اللي تيتسمى الكرب ما بعد الصدمه. فاش كتوقف المصيبه واللي اكثر منها هي ان من بعد منها كيوقع واحد الكرب كبير اللي هو الانسان تيولي عنده خلل نفسي بالرغم ان المصيبه تسالت. وهذا الخوف هذا كيتكون عليه عدم الامان المادي، دائما خايفين من شي حاجه. كتقول لك واحد الحاجه في ودنيك
خايف من الفقر، ديما الفلوس ما قدانيش، ما عنديش الفلوس، الا جات شي مصيبه ولا شي اكسيدو ما عنديش باش نداوي راسي، ما عنديش باش نخلص الدار، ما عنديش الفلوس الكافيه. عندك يجريو عليا مثلا من الخدمه، عندك ينقصوا شي واحد من الخدمه، واي اضطراب وقع في الخدمه ولا شي مشكل، هنا شنو تيوقع؟ كيولي عندك التهديد المادي، كتولي ميت بالخلعه، وفي الاخير بصح اما تيجريو عليك من الخدمه، واما كتبقى في الخدمه ولكن عندك ستريس وعندك الصراعات، ديما عايش في معاناه، ديما خايف من المستقبل، لدرجه بزاف ديال الناس تيخلصوا مثلا لاسيرونس او التامين. هو مزيان ان الانسان يدير التامين، ولكن المشكل عنده هو واحد القناعه، تيقول لك فاش نكبر ونمرض نلقى باش نتداوى فابور. شوف على برمجه كيديرها باش كيبرمج الانسان راسو، من دابا هو تيفكر راه غادي يكبر وغادي يمرض، يعني من دابا هو كيوجد باش غادي يمرض، وممكن ما يمرضش، وممكن يخلص داك التامين بلا ما يكون خايف من المرض. بحال واحد القصه دي نعاودها لكم خفيفه، بحال واحد صاحبه واحد الاخت ديالي عندي كبيره، عندها واحد صاحبتها يلا توفات دابا هذه واحد 4 موا ولا 5 موا. وفاش شفنا المهم حنا زعما الحاله ديالها وكيفاش مات، كان جاها مرض الخيل، كان جاها مرض السرطان في 15 اليوم طيح لها الصحه صافي مات. فاش بديت تنذكر مع الاخت ديالي وتنحاولوا زعما المهم نشوفوا هذا كيفاش الحياه ديالها كيفاش كانت، كبدات تسعود لي الاخت ديالي كتقول على ان هاد الانسانه هذه الله يرحمها كانت تتوقع الاسوأ. يعني كانت كتقول لها، هي كانت كتنصح الاخت ديالي كتقول لها بنادم هو اللي يجمع الفلوس، ما عرفناش شي حاجه تقدر تجي يجمع بنادم، الدوايات يقدروا يمرضوا لك الولاد، يقدر كذا، يعني ما كتحاول ما امكن ما تخسرش الفلوس. يعني بالنسبه لها هي الفلوس كيتخبعوا غير المرض ولا مشاكل، وهذا الشيء هذا هو اللي طرا، هي انها مات من بعد واحد المده اللي قصيره. وحتى الاولاد ديالها حيت هي عاطيهم ديك البرمجه نتاع راه يقدروا يمرضوا في اي لحظه، خصني باش نقوم معاهم وخص يكونوا عندي الفلوس، ولاد ديالها فريمون مرض، وبصح دوك الفلوس اللي كانت كتجمع كتمشي كتخسرهم عليهم في الدوايات. يعني شوف البرمجه كيفاش دايره، كنوليو بحال شي جندي في الحرب وتيتسنى الضربه تجي ليه، وهذا هو الخوف فين كيوصل، اللي كنخافوا منه كنجذبوه. وحنا راه ما تنحسوش هذا الاحساس هذا لاننا مثلا بخلاء او لاننا طماعه في الفلوس، بالعكس هو خوف من النتيجه ديال الخوف الاقتصادي اللي احتلنا. كنوليو كنجلدو ذاتنا كل نهار، ما كاينش الفلوس الكافيه اللي غادي تفيدني، لاننا عندنا الداخل عدم الامان. هنا شنو درنا؟ نبتنا الجذور ديال المال فوق الجذور ديال الامان. وكاين فينا اللي تيتوجه مثلا للسخريه كدفاع عن النفس، لاننا ما كنتصوروش ولا كنلتجئوا لذاك التصور ديال العدميه، كنقولوا حتى حاجه ما كتستاهل، حتى حاجه ما كتستحق، والحياه ما عندهاش معنى، وكندخلوا في اللامبالاه وكندخلوا في ذاك البرود. وكيكون هذا هو المدخل ديال الالحاد، لاننا في هذه اللحظه هذه ما كنبتلعوش ديك الفكره ديال ان هذا الكون هذا راه عنده واحد الاداره وهي اللي كتحكم في هذا العالم هذا، وهي اللي كتحدد الاتجاه ديالو. لاننا كنكونوا كنشوفوا غير من ديك العدسه ديال الصدمات اللي عندنا حنايا، وحنايا مصدومين. كيبان لينا هذا الكون هذا عشوائي وجا غير بالصدفه، ما كيبقاش عندنا واحد الصوره واضحه، ولينا كنهربوا اللامبالاه. ربما ما نقدروش نفهموا بعض الناس الافكار والسخط ديالهم والكره ديالهم للسماء ولله، والرفض ديالهم للحكمه اللي كتمركز عليها الديانات، ان هذا الشيء هذا كله جاي من التجربه اللي خلاتهم يفقدوا الاحساس بعدم الامان في هذا العالم هذا ويكرهوه. الصدمات اللي تيعيش الطفل فاش كيكون صغير وفي التكوين ديالو كتكون عميقه جدا. هادوك الصدمات والمعاناه والاساءات اللي كيتعرض ليها كتخليه يحس بانه بوحدو وما عندوش فين يهرب، وما كاينش اللي غادي يعاونو، وما كاينش اللي غادي ينقذو مهما طلب الاغاثه. داكشي علاش كنبقاو فاش نكبروا تيولي عندنا واحد الشعور ان حتى واحد ما يقدر يعاوننا او يديها فينا. هادشي علاش كنلقاو ناس اللي عندهم مثلا صدمات عميقه انهم ما قادرينش يتقبلوا الفكره ديال ان كاين اله عظيم تيتدخل في الحياه ديالنا بعنايه، لان الجروح والصدمات اللي عندهم كتشهد انهم طلبوا الاستغاثه وما لقاوها حتى من واحد، وان الفكره نتاع شي واحد يجي ينقذهم كانت غير وهم.
وكاين فيهم مثلا اللي تيجلسوا تيبداو يدعيو الله ولكن ما تيوصلوا لوالو، لقاو راسهم بوحدهم. هنا ولا عندهم الخوف مسيطر عليهم وعدم الامان وفقدوا الثقه في الله. داكشي علاش الاغلبيه تيدخلوا في الالحاد وهي صدمه نفسيه. وعلى النقيض ديال هذا الشيء هذا كاين شي وحدين اللي تيكونوا تعرضوا للاساءه في الصغر ديالهم وكيلتجئوا للدين باش كيبردوا على داك الوجع اللي عندهم لداخل، ولكن داك الغضب تيخرج وتينفجر ضد الدين. تيولي المجتمع تيشوفهم على انهم تيشكلوا واحد الخطر بديك التساؤلات ديالهم، وهذاك غير وجع دفين تيكون عندهم اثر الصدمه هو اللي تيخليهم تالفين وما عارفينش الحقيقه بكثره الالم اللي تيحسوا به. وهنا كيتاكدوا انه كاين عدم الامان وكاين العبثيه، كيختلط عندهم النفسي بالفكري، كتولي عندهم حرب داخليه ونفسه كتلبس واحد التحيزات وواحد التوجهات لا علاقه لها بداك الشيء اللي هو مقتنع به لداخل، ولكن كتكون عندها علاقه بالجروح اللي عنده لداخل. هنا فاش كنلقاو ناس مثلا كيتبناو افكار وتيتبناو علوم وهما ما مقتنعينش بها، ولكن هي عندها علاقه بديك الجروح اللي عندهم لداخل، كتبرد عليهم واحد شي شويه. الاساءات اللي كنتعرضوا ليها كتسرق منا المعنى ديال الحياه، بحال حنايا في الصحراء وعندنا واحد البوصله معطوبه وتنبقاو تندورو في بلاصتنا وتنحسوا بالتيه وتالفين، كنوليو تنقلبوا على العديد من الطرق باش نلقاو هذاك المعنى، وكنترددوا ما بين ايديولوجيات وما بين فلسفات ومن فكره لفكره ومن علم لعلم ومن قناه لقناه باش نلقاو هذاك المعنى الغايب علينا اللي تسرق منا. والمشكله هو اننا ما تلقاوهش لانه تسرق منا نفسانيا وماشي عقلانيا. المعنى اللي غادي يناسبنا وغادي يشبعنا وغادي يخلينا نكونوا راضيين ما غاديش نلقاوه في حتى بلاصه واخا نقلبوا ونتعبوا عليه الا فاش كندخلوا للتعافي وندخلوا للداخل ديالنا والتجربه ديال الشفاء. هنا غادي نربحوا اهم حاجه من التشافي اللي هي عوده المعنى للحياه ديالنا. نتمنى هذا الفيديو هذا تستوعبوه مزيان وتستوعبوا هذا الكلام هذا اللي قلت، وحاولوا تقراو ما بين السطور وتهلاو ليا في راسكم، ونشوفوا فيديو اخر ان شاء الله.